السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كي راكم دايرين غاية؟ إن شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير بصحة وعافية. اليوم بإذن الله راني راح نشارك معكم الوصفة تاع الصابلي بريستيج بذوق الليمون. يجي ولا أروع، يجي شباب، يجي ما شاء الله ما مبحش كاين زوج تاع الحشوات يجيو تاني ما شاء الله، ما تستحقوش تخدموهم واجدين. وغادي نشارك معاكم تاني باش نتحصلوا على هذا اللون، دوك تشوفوا معايا وديكوفروا معايا باش كيفاش نديروا باش نتحصلوا على هذا اللون. وثالث حاجه واهم حاجه واللي تسقسوا عليا بزاف، الكاناش كيفاش نخرجوا هذا الكاناش اللي يجي ديكوراسيون من الفوق. شوفوا هذا الكاناش يجي ما شاء الله ويجي بنين ويجي روعه ويشد لكم مده طويله بدون كريمه وما تلقوش في اي قناه. ان شاء الله دوك تشوفوه معايا غير بالمكونات اللي عندنا ونخدموه. قبل هذا خواتاتي ما تنساونيش كالعاده بالبارطاج تاع الفيديو ما بين العائله الاحباب الاصدقاء باش تعم الفايده. ما تنسوش تاني كذلك خواتاتي حفظ الفيديو باش تعاودوا تولوا له. ونشكركم كاع خواتاتي اللي راكم تدعموا في القناه، ربي يحفظكم وربي يخليكم ليا، واللي دخلوا معنا جدد نقول لكم مرحبا بكم معنا في القناه، نورتوني وشرفتوني. واللي راهم يشوفوا فينا لاول مره نقول لكم مرحبا بكم معنا في القناه، ان شاء الله راكم رايحين تنوروني وتشرفوني. ما نطولش عليكم خواتاتي، يلا نبداو مع بعض. كيما راكم تشوفوا هنا في هذا الريسيبيون راني دايره 250 غرام تاع الدهان، راني دايره حبه تاع البيض فوالا، ونستحق الفارينة ولا فاني ونص كاس تاع السكر، السكر العادي، سكر كريستاليزي. فوالا هذه هما المكونات، ما نديروش الفرفاره خواتاتي. وهنا عندي رشه تاع الملح، وهذه الكميه تخرج لكم 20 حبه. غادي نعاود لكم مقادير: 250 غرام تاع الدهان، حبه تاع البيض، عندكم نص كاس تاع السكر، ولا لافاني مازال ما نديرهاش، ورشه تاع الملح. هذا مكان ونضرب انا بالفوي ولا بيدكم، المهم بيدرا ما ديروش خاطر كاينه كميه غير صغيره. انا غادي غير بالفوي ونضربهم حتى اللي نتحصل عليهم كريمه كيما الكريمه. هذا هو السر تاع الصابلي باش ينجح لكم. راك لا لاحظتوا لا راكم تشوفوا تسمعوني راني كل خطره نعاود نقولها لكم، وهذه النقطه نركز لكم عليها. الصابلي باش ينجح لكم هنايا لازم تضربوا البيض والسكر والدهان غايه الغايه حتى اللي تحصلوا على كريمه، وهذاك السكر يذوب. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا سي بون، هنايا راه كريمي، اللون تاعها تبدل ولا بلونشاتر، يتغير اللون تاعها يولي شويه كلير. هذه هي خواتاتي. دروك غادي نغدو نديرو المواد الجافه، وهنا ما نسحقوش الفوي غير بيدينا ونديرو المواد الجافه تاعنا. هنايا راه عندي فرينه 250 غرام، نورمالمون تدي لكم واحد الرطل تاع الفرينه بصح ماشي رطل كاع، نتوما ديروا بالكميه غير بشويه، ما خاطش الفرينه لاباط تاعنا ما نقصحوهاش، لازم تكون طريه. هنا لا شفتوني راني كاع المكونات هذا شبقى لي من العيد، راني حطيتهم هنايا كلشي كمل. الوغ درت الفرينه خاطر على بالي بلي هنا راهي غادي تجي تو جوست، ولا فاني هذا اللي بقات لي قيس مغرف صغيره. نتوما لا ديروا مغرف كبيره خير باش تجي لو غو تاع لا فاني في الصابلي يجي ما شاء الله. دروك غادي نلم لاباط تاعي بصباعي كيما راكم تشوفوا، ما تعجنوش بصباعنا ونلموا لاباط باش ما نربوش الجلوتين والصابلي تاعنا يجي قاصح. الوغ غير بصباعنا ونقعدوا نلموا في لاباط حتى اللي نتحصلوا على العجينه كيما راكم تشوفوا. تشوفوها هكا ملمومه بصح طريه بزاف، وكي ندير صبعي عليها ما تلصقش فيه لاباط. شوفوا كي راهي طريه، راهي ما شاء الله. دوك نوريكم غادي ندير صبعي ما تلصقش لاباط بصح راهي طريه. هنا هذا هو التاس كيفاش نتاستو الصابلي تاعنا، ونقدروا نخدموا ديراكتومون كيما راكم تشوفوا. انا عندي هادو ليمون نديروا حبه فوق اختها، هادو نورمالمون صغار خاطش كاينين اللي جايين شويه كبار عليهم، المهم نتوما ديروا بالصغار. ونقطبوا شويه تاع العجين ونحطوه في المول تاعنا ونحلوها بصبعنا هذيك لاباط على صاير داير المول. هذه هي خواتاتي، هذه حاجه عاديه كاع تعرفوا ديروها كيما راكم تشوفوا. شتو لاباط كيما ما راهيش طريه بزاف حتى اللي تلصق، وما راهيش قاصحه، راهي طريه ما شاء الله. وبصبعنا نقعدوا نقلعوا في هذاك الزائد. أنا هذه هي طريقتي. كاين اللي يحل لاباط كاع ويطبعها بالمول ويحطها هنايا، هنا غير عملية زايدة، مكاش أحسن من هذه الطريقة. تخدموا فيت في كيما نقولوا، ونقلعوا قاع داك الزائد الشيرات، ما تخلوش العجينة تكون خارجة ولا تهودوها بزاف، اللي قد تكون نيفو واحد مع المول تاعنا. وما تغلضوهاش كذلك وما ترقوهاش باش كي تجيو ديمولوها تتهرس لكم. ان شاء الله قعدوا النصائح
تكونوا تستافدوا منهم خواتاتي. فوالا نقعد هاكا حتى نكمل كاع الكمية اللي راهي عندي. المهم الشيرات كيما قلت لكم 250 غرام تخرج لكم 20 حبة، 20 حبة تاع صابلي بريستيج. تبغوا ديروه بذوق الليمون ولا ان شاء الله تجيني اون كوموند واحده اخرى بذوق واحد اخر ان شاء الله راني راح نشاركه معاكم. كيما راكم تشوفوا هنايا سي بون راني كملت الكميه اللي راهي عندي. بقات لي غير واحد 6 حبات ولا كي يطيبوا هادو نخرجهم، ندخل الاخرين ديروها على درجه حراره 180 درجه في كي تشوفوها طابت غايه تخرجوها. والحشو اللي راه عندي هنايا عندي كرانشي سيترون وعندي سوبر كريم سيترون. أنا هادو هما اللي كانوا عندي. بون أنا هنا لا كليونط غير من قالت لي الطل تاع هذا الصابلي، سكو كون غادي نخدم لا كريم بالسيترون تسمى غادي نزيد مصروف على روحي وغادي ندخل في الخسارة خواتاتي. ألوغ هادو اللي كانوا عندي من العيد ألوغ راني نخدم بيهم كرانشي سوبر كريم. نتوما تبغوا ديروا لا كريم او بيغ سوبر كريم، تبغوا ديروا لا كريم او بيغ كرانشي، لو شوا راه ليكم. ولا ديروا كيما انا هنايا درت النص سوبر كريم والنص كرانشي ولصقتهم مع بعضهم والكو تاعهم يجي ما شاء الله. وهنا خواتاتي قبل هذا خواتاتي حاجه اللي نقولها لكم كيما شفتوني، الحبه الاولى كي ديروها على اختها غادي تلقوا الفيد وتقعد تتحرك، هذا الشكل تاعها ما يجيش شباب. مام كي تقعدوا ديروا في الشوكولا غادي كاع تخرج هذيك لافارس. اهم حاجه رابوها غير بشويه قلعوا داك الزائد، وكيما شفتوا تجي ما شاء الله تولي كاع على نيفو واحد. دروك غادي نوضو نديرو الفوغاج تاعنا كيما قلت لكم. ندير نص كرانشي تاع السيترون بذوق السيترون، ونروح ندير النص الزاوج بالسوبر كريم. وانتوما كيما قلت لكم الا كان عندكم بغيتو ديروها بلا كريم او بور ديروا نص كريم او بور ونص كرانشي ولا سوبر كريم نتوما، وهي اصلا على حسب طلب تاع الزبون. ونبلعوها. المهم كي تبلعوها بلعوا الكرانشي على السوبر كريم، خاطش السوبر كريم شويه ليكيد على الكرانشي. تخافوا هكا كي تقلبوا السوبر كريم غادي تعاود تهود لكم. هاك ونقعد هاكا حتى نكمل كاع الكميه اللي راهي عندي. بون هي ماشي بزاف قيس 10 حبات انا هنا خدمت كيما قلت لكم قيس رطل. وهنايا راهي عندي الشوكولا. الشوكولا قيس 250 غرام تاع الشوكولا بلون دوبتها ا بتي فو كيما العاده. دائما نقول لكم دوبوها ا بتي فو باش ما تتقطع لكمش. والسر باش نتحصلوا على اللون الاصفر هو هذا الكركب، ولا أروع لا في الصحة لا في اللون، يعطي لون ما شاء الله. صراحة أنا هذه نخدمها هكا من تكون عندي في الدار ولا خاطره سييتها ما كانش عندي ما كانش عندي لا كولور صفراء. سييته عطاني اللون الاصفر روعه خيم. اللي الالوان اللي راهم كاين شي الوان صفرين تشريهم تاع الشوكولا وسبيسيال شوكولا كي تحطيهم في الشوكولا تحسبوني بالله الا عاد عندك الشوكولا بلون تعاود تولي بياض الناصع على اللي كانت ماشي تولي صفراء تولي بياض ناصع. الوغ وليت ندير هكا دي فوا ندير توجور الكركب. الكركب نديره يجي ما شاء الله وصحي ولون ولا اروع يجي ما شاء الله. هنا جيست ما راهش يبان غايه مي شفتو في لي فوتو في لي فيديو يجي ما شاء الله. ونقعد نكلاسي في الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا. المهم شيرات الصابلي كي تكلاصو الشوكولا اللي تاعكم تكون دافيه ماشي حاميه بزاف باش تعطيكم هذيك لا بريونس. وتجيبوا غارفو كيما راكم تشوفوا نكلاصو لي صابلي تاوعنا عادي. المهم انا كيما راكم تشوفوا هنا في لاكري راني دايره ساشي من تحت باش ما يوسخليش الدنيا. ومام هذاك الشوكولا اللي تهود نعاودو ريكوبيريها عادي. صاي هادو النصائح كاع والفتوهم وتعودتوهم عليا كاع لما قلتهم لكمش راكم تعرفوهم. فوالا هنا بعد ما كملت هذه الكميه اللي راهي كانت عندي دروك غادي نغدو نديرو نخدمو الكاناش تاعنا. الكاناش تاعنا كيما شفتوا درت ليكستري تاع الليم وهنايا راني ندير في السوبر كريم. هذيك لا كونتيتي اللي بقات لي تاع الشوكولا درت لها قيس مغرف كبيره تاع السوبر كريم. شوفوا هنايا كي ولات غادي تولي كي العجينه. شوفوا السجيرات الصراحه انا هذه درتها غير هكا تيست
كنت دايرة في راسي هذه هو الديكوراسيون اللي غادي نديرها. مي شوفوا الشيرة دخلتها الفريجيدير ما بغات تجمد، دخلتها في كونجيلاتور ما بغات تجمد. الوغ كي عاودت خرجتها، روحت زدت لها سما ما درتش كاع هذه الكميه تاع الشوكولا، درت النص خاطش عندي ماشي بزاف لي بياس تاع لي صابلي. الوغ درت النص تاعها وروحت زدت لها مغرف كبيره تاع الدهان وخلطتهم غير هكا بالكارفو ماشي حتى بالباتر ولا. عطاتني واحد النتيجة روعة، 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 روعة خواتاتي تاع الكرانشي بليتو تاع الغاناش يجي ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا هذه هي، وغادي تزيد تجمد على هكا بصح شواله كي ندخلها ندير لها البوشاج ما تعطينيش هذاك البوشاج الشباب. سيتو. شوفوا لا كولور هنايا كي راهي تبان ما شاء الله. ها راهي هنايا الغاناش تاعي اللي قلت لكم عليه. بعد ما بردت لي هذاك الخليط اللي درته ما بين الشوكولا اللي بقات لي والسوبر كريم، روحت جبدته درته في الفريجيدير قلت لكم ما بغاش بون كان ينتلم لي بصح كي ندير هذيك لا غوزاج ما تخرجليش. الوغ قلعت نص كميه تاع هذاك الشوكولا بالسوبر كريم، روحت زدت لها مغرف كبيره تاع الدهان وخلطتهم غايه وتحصلت على هذه النتيجه. وشوفوا هذا الكاناش خواتاتي فاش مليح ما يدوبش، وكي ديروا يدكم هاكا تتلمسوا فيه يجي كيما العجين. صافي دير ما توسخوا رواحكم وما ديفورمو هذه لا غوزاج. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ولو غو تاعه يجي روعه روعه روعه. ما نزيدش فوق هذا الشيء. باغ اكزومبل الشوكولا بقات لكم قيس 120 125 غرام، ديروا مغرف كبيره تاع سوبر كريم خلطوهم غايه وزيدوا شويه تاع الكو سيترون ولا السيترون الا كان عندكم، دخلوهم الفريجيدير تجمد تبرد غايه، خرجوها وزيدوا لها مغرف كبيره تاع الدهن خلطوهم غايه وديروهم في لادوي في لابوشادو في لابوشادوي وديروا لا ديكوراسيون تاعكم. هذا مكان. وهنايا الا كان عندكم هذا الورد ديروا، ولا ما كانش عندكم وكان عندكم شويه تاع البيستاش ولا فو بيستاش ولا الورد الفشوش، المهم اللي كان عندكم خدموا به لا ديكوراسيون. وهاي النتيجه كما راكم تشوفوا تجي ما شاء الله، تجي همه وشان ميم لو غو ولا اروع. وسهله التحضير، تشوفوها هكا صعيبه بصح سهله التحضير غير بالمكونات اللي عندنا ونخدموا. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصائح. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى مع فيديو آخر. سلام.